على فكرة، على الرغم ان انا بحب قوي قصص الفشل مش قصص النجاح، بس انا عايز النهاردة اتكلم على قصة نجاح عجباني قوي لرجل اعمال من كوريا الجنوبية اسمه لي كون هي، مؤسس شركة سامسونج. لي كون بدأ مشواره وهو عيل صغير في شركة ابوه الصغيرة برضه سنة 1968. سامسونج بقى في الوقت ده كانت عبارة عن حتة شركة صغيرة كده بتصدر فواكه واسماك مجففة، بس لي كون كان عنده حتة رؤية ان هو عايز يحول سامسونج دي لتايكون، حاجة عملاقة. في الثمانينات ركز لي كون على تطوير التكنولوجيا والجودة، وراح عامل حملة كبيرة جدا لإعادة هيكلة الشركة ككل، ومنها يغربل الناس اللي هو مش عايزها ويحسن أداء الشركة. النهارده سامسونج بقت من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم كله. الراجل أصلا ما كانش باصص تحت رجله ولا طالع بقى بيتمنظر بالعربية الجديدة والساعة الجامدة، واخد لي بالك أنت طبعا. مش مشكلة، خلينا نرجع للي كون. الراجل الكوري ده مش بس نجح إن هو يطور سامسونج كشركة، لكنه ركز جدا على